قبل ما نبدأ خليني أسألك، كم مرة لقيت نفسك في الشغل بتجري ورا مشكلة كان ممكن تتشاف بدري وتتحل قبل ما تكبر؟ الدرس ده هيحولك من موظف بيجري ورا المشاكل لحد سابق بخطوة والعميل حاسس إنه في إيد أمينة. أنت كأكاونت مانجر بتشتغل إزاي؟ رياكتيف ولا برو أكتيف؟ ودي من أهم الحاجات اللي بتفرق بين جينيور طول الوقت بيجري ورا المشاكل وأكاونت مانجر محترف هادي سابق بخطوة والعميل مطمن معاه. تعالى نحط تعريف بسيط جدا. الرياكتيف يعني مستني المشكله تحصل وبعدين يتحرك، مستني العميل يشتكي وبعدين يجاوب، مستني الديدلاين يقرب وبعدين يكتشف ان في مشكله. البرو اكتيف يعني بيسال نفسه طول الوقت ايه ممكن يحصل غلط هنا، ايه اللي ممكن يحصل الاسبوع الجاي لو سبت الموضوع ده كده، وبناء على الاسئله دي يتابع بدري، يطلب توضيح بدري، يبلغ باي ريسك، يظبط توقعات العميل قبل ما خلي بالك من نقطه مهمه، كونك برو اكتيف مش معناها ان مفيش مشاكل بتحصل، لكن معناها ان لما المشكله تحصل انت مش هتتفاجئ، انت جاهز. تخيل معايا طالب عنده امتحان الساعه 9 الصبح، طالب بينام متاخر، ما ذاكرش، ما بصش على الجدول، بيصحى 8 ونص يكتشف ان الطريق زحمه، ينزل يجري متوتر، يوصل متاخر ويدخل الامتحان مخه فاضي، وده الطالب الرياكتيف. انما الطالب البرو اكتيف قبلها بيوم بيظبط منبه، بيحضر شنطته وكتبه، بيبص على الطريق، بيعرف ان بكره الصبح زحمه فيقرر ينام بدري شويه وينزل بدري شويه. نفس الامتحان، نفس المدرسه، نفس اليوم، اللي فارق بينهم طريقه. ونفس الفكره في شغل الاكونت مانجمنت، في ناس كل يوم حريقه جديده وفي ناس نفس نوع الشغل بس حاطين نظام وسابقين فالدنيا احلى. تعال نروح للعالم الحقيقي. ايه شكل الاكونت مانجر الرياكت؟ ما بيتابعش الا لما تحصل مشكله، مش عامل نظام للتاسكات فبيرد على اللي بيطلع قدامه، ما بيكلمش العميل غير لما العميل يكلمه الاول، لما يحصل تاخير يبتدي يبرر بعد ما العميل يكشفه بنفسه، وغالبا تلاقي الجمل دي على لسانه: ما حدش قال لي، انا برضو زيك لسه عارف. والنتيجه طول الوقت مستنزف، متوتر، العلاقه مع العميل فيها دراما، والفريق الداخلي حاسس ان الدنيا مش على الناحيه الثانيه. ايه شكل البرو اكت؟ عنده صوره كبيره لكل اكونت، متابع مع الفريق الداخلي خطوه بخطوه، ولو شايف مشكله بتتكون بيبدا يتحرك بدري، بيبعت للعميل تحديثات دوريه حتى لو صغيره، والتحديثات دي بتخلي العميل حاسس ان هو في الصوره، ولما يبقى في خبر وحش بيعرف يقدمه بشكل متظبط، مش بيخبي الحقيقه بس بيركب معاها خطه وحلول. الفرق الكبير هنا مش في الادوات، الفرق الكبير في المايند سيت. تعال ناخد سيناريو واقعي. عندك كامبين او بروجكت لازم يتسلم يوم 30 في الشهر. نسخه الرياكتيف بتعمل ايه؟ بتسيب الموضوع ماشي من غير متابعه، يوم 28 29 تسال الفريق: يا جماعه احنا فين؟ تكتشف ان التصميمات لسه ما خلصتش، موافقه العميل متاخره، والمطور مأجل الشغل. تتزنق، تجري ورا الفريق، توصل يوم 30 والشغل مش جاي. تعمل ايه؟ تبعت العميل، تتصل بيه وتقول له والله حصل ظرف والفريق اتاخر فمحتاجين نمد يومين. النتيجه العميل بيحس انك مش مسيطر ويقول لنفسه: ليه ما بلغتنيش من بدري؟ انا كمان عندي ديدلاينز والتزامات. الثقه بتقل حتى لو السبب مش ذنبك الشخصي. نسخه البرو اكتيف بتعمل ايه؟ من اول اسبوع انت عامل بلان وحاطط على الكالندر يوم التسليم وتذكير قبلها باربع او خمس ايام، متابعه اسبوعيه، بتبص على الشغل مع الفريق وتقول احنا خلصنا قد ايه، في حاجه واقفه، محتاجين اي حاجه من العميل، ولو حاسس ان في تاخير ما بتستناش ليوم 29 و30، 25 او 26 بالكتير بتكلم العميل وتقول له بحطك في الصوره، احنا خلصنا حوالي 70% من الشغل بس في نقطه واقفه بسبب 1 2 3، وعندنا اختيارين: يا اما نكمل بنفس الجوده ونمد الديدلاين، او نشيل الجزء الفلاني عشان نلتزم بنفس التاريخ. هيبقى اسمع رايك ونختار مع بعض. ايه اللي حصل هنا؟ نفس المشكله تقريبا، بس العميل حاسس انك شايف لقدام، اديته اختيارات وخليته شريك في القرار. وده الفرق ما بين البرو اكتيف والرياكتيف اللي بيلحق نفسه في اخر لحظه. طيب السؤال العملي دلوقتي: ازاي ادرب نفسي ابقى برو اكتيف مش بس في الكلام؟ هقول لك شويه حاجات بسيطه لو عملت منها 50% بس فرقك هيبان. اول حاجه قاعده الثلاث اسئله كل يوم الصبح. قبل ما تبدا شغل الصبح اسال نفسك على كل اكونت: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل الاسبوع ده مع العميل؟ ايه معلومه ناقصه عندي وممكن تضربني بعدين؟ ايه الفولو اب لو عملته النهارده بكره هشكر نفسي عليه؟ تاني حاجه كالندر حقيقيه مش ديكور. لو ديدلاين تحطه على الكالندر، تحط ريمايندر قبله من 3 ل 5 ايام، وممكن ريمايندر تاني قبله بيوم. الهدف انك ما تفاجئش نفسك، مش فجاه كان عندي تسليم ونسيت. كل حاجه تبقى قدامك عشان تعرف تتابعها بدري. تالت حاجه الويكلي ريفيو. مره في الاسبوع حتى لو نص ساعه افتح كل اكونت وشوف مين ما سمعش صوتك من فتره،
مين ليه تاسكات متأخرة، خليك انت اللي بتحرك مش مستني العميل يحرك. رابع حاجة إدارة التوقعات قبل ما تتزنق. لو حاسس ان حاجة فيها ريسك اتكلم بدري حتى لو مش متأكد 100%، وجملة واحدة ممكن تعمل فرق ضغط. بس حابب احطك في الصورة من بدري عشان ما تتفاجئش. لو الجملة دي لوحدها بقت عادة عندك، تقلل الخناقات اللي هتشوفها. في النهاية كل يوم انت قدام اختيار، يا اما تبقى رياكتيف اكونت مانجر مستني العميل يحركك والديدلاين يقرب وبعدين تبرر، او برو اكتيف اكونت مانجر سابق بخطوه، بتبلغ بدري، بتسال الاسئله الصح، وبتبني ثقه مع فريقك ومع العميل. وعقليتك هنا هي اللي هتحدد شكل يومك، اما يوم كله حرايق ومشاكل، او يوم فيه ضغط بس ضغط مفهوم ومتسيطر عليه.